بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسعد بلقائكم وبتجدد الموعد معكم من خلال هذه السهرة المباركة، سهرة الثلاثاء التي أرادتها قناة القرآن الكريم الخامسة أن تكون للصلح والتسامح والتصالح فيما بيننا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقع أي خلاف بين الناس يقول: اذهبوا بنا لنصلح بينهما. لما لا نفعل مثل ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عنه من خلال هذا البرنامج، برنامج الصلح خير. نقتدي فنهتدي إلى الصلح ونصل في نهاية المطاف إلى أسرة سعيدة ومجتمع متماسك متصالح فيما بينه، وكم نحن في أمس الحاجة إلى هذا المجتمع المستقر. إذا نرحب بكم ونجدد التحية بكل من يتواصل معنا من خلال برنامج والصلح خير، ونرحب أيضا بالجالية المسلمة في المهجر. نشكركم على المراسلة سواء كان ذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو العادي. إذا بادئ بدء كما جرت العادة، نرحب بالدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح في برنامج والصلح خير. مرحبا بك دكتور. مرحبا. إذا دكتور، ما زلنا نتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عدل الرسول، أليس كذلك؟ نعم، سنكمل الحديث إن شاء الله من خلال القضاء العادل. من خلال القضاء العادل في هذه الحلقة التي أردناها أن تكون القضاء العادل. كان قضاؤه صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى لصيانة الحقوق والتسوية بين الخصوم، وزادته سيرته العملية وضوحا واستنارة. تابعوا معنا مقطع من الحصة الماضية المخصصة للرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا، ثم نعود لنتناول النقاش والحديث في هذا البرنامج وفي هذا المباشر. نبينا صلى الله عليه وسلم وضع أصول القضاء. لا يمكن للقاضي أن يكون عادلا إلا إذا اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مجال القضاء، فهو المربي الأول والمصلح الأول والقاضي الأول. فالصفات التي تفرقت عند غيره من نبيين والمرسلين اجتمعت لديه صلى الله عليه وسلم. تدعو إلى زينة الأخلاق والنبل شريعة الحق والإنصاف والعدل. يا مصلحون فهذا الدين دينكم، مدوا يد العون للإصلاح في عجل. ففي تفسير القرآن المسمى بالجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتحدث عن عدالة النبي عليه الصلاة والسلام وعن قضائه وحكمه في بعض الآيات وفي بعض المواطن، فنرجع إليها. وأنصح كل من يتتبع هذه الحصة خاصة أن يرجع إلى هذا التفسير الجليل، ويجد فيه في الحقيقة ما يشفي غليله ويكمل علمه في هذا الموضوع. والشيء الذي ينقصنا في هذا الوقت هو تجسيد قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في وقتنا هذا. كلنا يحب العدل وكلنا يتوب إليه، ولكن هل نحن مستعدون لتحقيق العدل ولو على أنفسنا؟ نعم، هذا سؤالي للشيخ، أو هذا ما أريد أن يتحدث عنه شيخنا الفاضل. إذن قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور، استنتجنا في الحصة الماضية ونحن نتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا أن العدل مفتاح الحق. في هذه الحلقة نتحدث عن القضاء العادل. رفع المظالم على الناس يكون بالقضاء العادل. كيف ذلك دكتور؟ هل ممكن أن تعطي بعض التفسيرات حتى يتسنى للجميع الفهم في هذه الحلقة؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسون لعسلام نوان ذي ذويل تنوان والصلح خير. وها ربي يتبذوغ سوين قارن زيك يون الشعار نفذري ثيد
ذي الحلقة ثني عدان ولكن وها ربي نفذو يس ما روح نمدن أذفر ثالوث الخير قارن نساد أنزيزدي أولى ونيلوغن نقصدي كنيد أنجفر أين يرزن نساد الغروان أنفنو أين هدن وانخيض أين شريا. القضاء العادل هو مقوم من مقومات المجتمع. القضاء العادل هو ركن أساس من أركان قيام الدولة، وتعرف الأمم بقضائها العادل، فكلما جسدت هذا المبدأ القرآني كما ذكرنا في اللقاء السابق نعم. مبدأ العدل، وكلما ترجمت الأمة القضاء العادل في حياتها كلما كان مجدها أسمى. فالقضاء بشكل عام عرفه ابن رشد المالكي بقوله: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. إذن هذا مما يجعل الخلاف قائما بين الصلح وبين القضاء. نعم. فالقضاء إذن كما يقول ابن رشد المالكي هو الإخبار عن حكم شرعي في الكتاب والسنة، ولكن على سبيل الإلزام. إذن القاضي له سلطة الإلزام، سلطة تنفيذ ما حكم به أو ما قضى به. والقضاء عموما تتجلى أهميته في مظاهر عدة، فالأمور تعرف بغاياتها، والأعمال تعرف بمقاصدها. فما هي مقاصد القضاء؟ نعم. وما هي غايات القضاء العادل؟ المقصد الأول هو إقامة العدل، نعم. والعدل أساس الملك. المقصد الثاني هو دحض الباطل. المقصد الثالث هو رد الحقوق وحفظ الحقوق ورد المظالم على الناس. نعم. المقصد الرابع هو تحقيق الاستقرار والأمن. المقصد الخامس هو تحقيق الشهود الإسلامي الحضاري في حياة الناس. نعم. بمعنى لا يمكن أن يعيش الناس شهودهم ولا يمكن أن يحققوه، وقد قال القرآن: لتكونوا شهداء على الناس. نعم. ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. لا يمكن إلا بتحقيق هذا القضاء العادل. لذلك نجد الآيات تترى والأحاديث كذلك تؤكد على ترسيخ مبدأ العدل. ذكرنا في لقائنا السابق بعضا من هذه الآيات والأحاديث. نعم. أذكر اليوم البعض الآخر. نعم. وما زال أيضا نذكر نصوصا أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله في عنوان القضاء العادل. يقول الله عز وجل مثلا في القرآن الكريم: إن الله يحب المقسطين. يعني إشارة واضحة من الله عز وجل إلى أن الذين أقسطوا وأقاموا القسط بين الناس ينالون حب الله عز وجل، يستحقون محبة الله. إن الله يحب المقسطين. نعم. ويقول القرآن في آية أخرى: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال أيضا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم. وقال أيضا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعدلوا هو أقرب للتقوى. يعدلوا هو أقرب للتقوى. والآية التي ذكرناها أيضا في لقائنا السابق في سورة النساء الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون، نفي كمال الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونجد أيضا في شريعة الله عز وجل علماء الشريعة يؤكدون على ما يسمى
بالمبادئ الكلية والقواعد العامة المستقرة في الشريعة الإسلامية المستنبطة من القرآن والسنة. وهم يتحدثون عن المبادئ الكلية والقواعد العامة، يذكرون مبدأ العدل على رأس هذه المبادئ. فهناك مبدأ الشورى، وهناك مبدأ الوفاء بالالتزامات، وهناك مبدأ الوفاء بالعقود، مبادئ كثيرة، مبدأ كذلك شخصية العقوبة وغيرها من المبادئ الكبرى. ولكن نجد على رأس هذه المبادئ مبدأ يسمى مبدأ العدل. نجد نصوصا إذن في القرآن والسنة تدعو إلى العدل. وهناك نصوص أخرى تنفر من الظلم أو تجرم الظلم. والمقصد واحد، هو تثبيت مبدأ العدل في حياة الناس. ولكن السؤال المطروح، هل في الشريعة الإسلامية بيان للإجراءات لبروسيدور؟ هل هناك بيان للتفصيلات؟ الجواب لا. الشريعة وضعت مبدأ كليا، قاعدة عامة، إقامة العدل، ثم تأتي القواعد الفقهية، منها القاعدة الذهبية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنجد مثلا في تاريخ القضاء في عهد عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه، وهو من القضاة الذين انتهجوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة الأخت نجاة لا يأتيه الخصوم مرارا، يعني يخافون من عدله الفاروق بين الحق والباطل. نعم، الفاروق بين، هذا عنوان جيد، الفاروق بين الحق والباطل، فيسمى بالفاروق. إذن عمر الفاروق تولى القضاء، زيد بن ثابت تولى القضاء، أبو الدرداء تولى القضاء، أبو موسى الأشعري تولى القضاء. بالمناسبة هناك رسالة عظيمة تمثل الدستور القضاء، سوف نشرحها في الحلقات القادمة إن شاء الله. وهي الرسالة وجهها التي أرسلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. ونجد بعد ذلك أيضا قضاة مشهورين. أذكر على سبيل المثال معاذ بن معاذ العنبري، هذا من القضاة الكبار. الحافظ ابن حجر العسقلاني من القضاة الكبار. شريح القاضي، قاضي الكوفة، القاضي شريح. يعني نجد سلسلة طويلة كبيرة من القضاة في التاريخ الإسلامي. ولكن من الملاحظات نستنبطها ما يلي. الملاحظة الأولى أنه زمان كان ما يسمى بالعقل الموسوعي. أصحاب العقول الموسوعية يعني لهم القدرة للفصل في المنازعات المختلفة مهما تنوعت طبيعتها، مهما اختلفت طبيعتها. مثلا يأتي القاضي فيجلس في مجلس قضاء في مجلس القضاء ويأتيه الخصوم، قضية عقارية يفصل فيها، قضية زوجية يفصل فيها، قضية وقف أو حبس يفصل فيها، قضية طلاق يفصل فيها، قضية جنائية يفصل فيها، قضية تجارية يفصل فيها. يعني مستعد للفصل في جميع القضايا. أولا هناك الحياة بسيطة، فبساطة الحياة أفرزت بساطة القضايا لكي نكون عادلين ونتحدث عن القضاء العادل. فلم تكن يومها القضايا معقدة كما هي الآن. من جهة ثانية أن أولئك الرعيل الأول حابهم الله عز وجل بإمكانات وقدرات عالية جدا. أما وقد تغير الوضع، تعقدت قضايا الناس وتعقدت الأمور وأشكلت المسائل واتسعت مصالح الناس وتبايت مصالح الناس، الفصل فيها نهائيا في يوم واحد مثل ما كان يفعل الخلفاء والقضاة. بل أكثر من ذلك، فالأمر يستدعي النظر في الإجراءات الجديدة والكيفيات الجديدة التي تناسب طبيعة القضايا المطروحة في عالم اليوم. وهل هذه الأشياء تعيق القضاء العادل دكتور؟ كل هذه التعقيبات والعقد صحيح والمشاكل والإجراءات تعتبر بارك الله تعتبر عقبات في الطريق. ولكن المطلوب أن نهيئ أنفسنا. ربنا قال في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طبعا هذه الآية في سياق، ولكن يصح الاستدلال بها في جميع الأمور. فالمطلوب منا الإعداد. فهذا الإعداد يقتضي منا أولا تكوين القضاة تكوينا جيدا.
هذا من جهة، وهذه مسؤولية كبيرة. نعم مسؤولية دكتور. كبيرة جدا. لابد من التكوين الجيد الذي يلائم طبيعة القضايا المعاصرة. نعم. الأمر الثاني ضرورة أيضا إيجاد الإجراءات الكفيلة بتحقيق مبدأ العدل. نعم. لذلك بالمناسبة الأخت نجاة، بعض الناس يسألون يقول هذا الإجراءات الموجودة في عالم اليوم، واحد يدخل المحكمة مثلا يلقى قاضي الأحوال الشخصية وقاضي الأسرة شؤون الأسرة وقاضي الشؤون الاجتماعية مش عارف القاضي المدني قاضي الجنايات إلى آخره. مثل هذه التخصصات هل تتنافى مع مبدأ العدل؟ الجواب لا. نعم. وكذلك ما استحدثه الإنسان في عالم اليوم، كان تريبيونال يعني محكمة الدرجة الأولى، نعم. ثم الدرجة الثانية محكمة الاستئناف لاكور، ثم كان لاكور سوبريم المحكمة العليا. نعم. وكذلك القضاء الإداري، وأيضا نديروا إشارة إن شاء الله في مستقبل الأيام. هذه الأمور كان القضاء العادي، القضاء الإداري، تنوع المحاكم واختلاف الدرجات. بالمناسبة الجزائر تبنت مبدأ التقاضي على درجتين. نعم. وغيرها من المسائل. هل هذه تتنافى الشريعة الإسلامية؟ الجواب لا. نعم. لأن الشريعة الإسلامية أكدت على مبدأ العدل، وكل ما يحقق هذا المبدأ فهو مشروع. لذلك تأتي هذه الإجراءات وهي إجراءات مشروعة. نعم. إذن إقامة العدل أو القضاء العادل لتحقيقه فضلا عما قلناه لا بد من بعض الشروط أن تتوفر. نعم. الشرط الأول أن يكون القاضي ورعا عفيفا نزيها. لماذا؟ لأن هذا الورع وتلك التقوى هي التي تجعله موصولا بالله عز وجل، وهو يقضي بين الناس يكون منصفا، يكون عادلا. نعم. لماذا؟ إذا كان القاضي ظالما كيف يحق الحق؟ يجور على الناس وعلى حقوق الناس. نعم. كما يقول إنك لا تجري من الشوك العنبة. نعم. ويقال أيضا فاقد الشيء لا يعطيه. الأمر الثاني نحتاج كذلك إلى شرط أساس، وهو أن يكون النص المطبق عادلا. نعم. فإذا تعلق الأمر بالشريعة الإسلامية فالحمد لله الشريعة الإسلامية عادلة، كما قال القرآن في سورة الجاثية في الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل ما خالف شرع الله عز وجل فهو هوى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يحتاج إلى الإجراءات السريعة. نعم. التي تيسر إحقاق الحق. ما الفائدة إذا أعطي لك الحق يا الأخت نجاة؟ نعم. ولكن تأخذين حقك بعد سنوات طويلة؟ نعم. لا فائدة في ذلك. نعم. لا فائدة في ذلك. ربما أتعب خلال كل هذه نعم. المرحلة. نعم. نعم. لذلك في حكمة قالها أحد علماء الشريعة والقانون، وهو يعني مختص في الفقه الإسلامي في القانون الوضعي رحمه الله، وش يقول؟ الشر أنواع الظلم العدالة البطيئة. نعم. أعيد: الشر أنواع الظلم العدالة البطيئة. نعم. إذن سرعة الإجراءات وفعالية الإجراءات الإفيكاسيتي هذه داخلة في تحقيق القضاء العادل. نعم. أيضا أمر آخر نحتاج إليه وهو التنفيذ الصارم لمقتضى الحكم. نعم. لابد. هذا كان قبل حين ماذا قال ابن رشد في تعريفه القضاء؟ قال على سبيل الإلزام، l'exécution. ما الفائدة أيضا أن يصدر حكم قضائي ولكنه لا يطبق ويبقى حبرا على ورق. على ورق لا معنى له، مثل ما رأينا في بعض القضايا. نعم. في الحلقات الماضية. نعم. وهناك شرط خامس مهم جدا. نعم. نحن يعني الذين يلجؤون إلى المحاكم، الذين يلجؤون إلى القضاء، هل لديهم الاستعداد نعم. لتطبيق ذلك الحكم؟ وهذا هو السؤال. نعم. الحلقة دكتور، سؤال الحلقة الأساس. نعم. لذلك المرة اللي فاتت وأكدنا على في قوله تعالى في سورة النساء: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الشرط الأول هو التحكيم، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تحكيم الشريعة. الشرط الثاني هو التسليم الباطني، أي الرضا. نعم. والقبول بالحكم. الشرط الثالث هو التنفيذ العملي التطبيقي. نعم. لذلك موضوع القضاء يحتاج إلى كلام كثير، ولكن ما ذكرناه اليوم إن شاء الله يكفي، ونذكر أيضا معلومات أخرى مهمة في الحلقات القادمة. وأختم كلمتي بما قاله
أحد القضاة وهو يستقبل خصمين. بالمناسبة هناك بعض الملح وبعض الطرائف في دنيا القضاء. نعم. من هذه الطرائف أن أحد القضاة أجبره الوالي على أن يتولى القضاء. نعم. يعني هو يملك الطاقة العلمية، الكفاءة العلمية. نعم. ولكن لا يملك الاستعداد فامتنع من تولي القضاء. ولكن الوالي أجبره، قالوا أنت أهل لممارسة القضاء، عليك أن تتولاه. نعم. فجلس في مجلس القضاء وهو يدعو الله عز وجل حتى دخل عليه خصمان. نعم. فبدأ هو يبكي، هو كان يبكي وأطال في البكاء. لماذا دكتور؟ لأنه هو يخاف ألا يعدل. شوف الخوف من الله، الخوف من الله. فقد ذبح بغير سكين. فقد ذبح، نعم كما ذكرت. نعم. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذبح بغير سكين. لذلك القضاة 3. نعم. قاضيان بالعياذ بالله في النار. نعم. من حكم بالظلم ومن علم الحق ولكن قضى بخلافه. هناك القاضي العادل، نسأل الله أن يكثر من هؤلاء، الذي يعرف الحق ويحكم به. نعم. ثم قال للخصمين وهما مشفقان عليه، يعني هذيك الخصمين اللي جايين، قال لهم يرحموني يرحمكم الله. نعم. فتصالح وخرج يعني. لذلك يذكر العلماء هذه اللطيفة. قال لك بعض القضاة كان قضاؤه طويلا. نعم. لمدة 10 سنوات 20 30 سنة. ولكن بعض القضاة دام قضاؤه يوما واحدا كما هذا القاضي ساعة واحدة ثم انصرف. نعم. إذا نشكرك دكتور على كل هذه التوضيحات. القضاء العادل هو حلقة هذه السهرة. لكم أن تتواصلوا معنا من خلال المباشر ومن خلال هذه الأرقام 021 37 42 87 021 37 45 64. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن ما عليه إلا استعمال 00213. نأخذ ربما أول اتصال على بركة الله. يقول سعيد حنان من تيارت. السلام عليكم حنان. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أختي الكريمة في برنامج الصلح خير، ونحن نتحدث اليوم عن القضاء العادل. تفضلي، عندك سؤال ولا مداخلة؟ كيف يا ربي يخليك. أنا ممكن ما يحس نسأل في، مش حندخل في هذا الموضوع اللي راكم تحكيوا عليه، لكن عندي سؤال شوية خاص. نعم تفضلي. أنا عندي بابا. عندي جداتي الله يرحمها. نعم. ربات وليد خوها، وكي ربات وكبرات وصار يعني كبير عندهم. ماتت جدة الله يرحمها، خلاته عايش عند بابا وعند عمامي يعني. نعم. ومن بعد هما كان خلاف بيناتهم هكا، ما ولاش عايش معنا يعني. كبر هو ما تزوجش يعني، كان وقع قريب 60 سنة. نعم. لكن كان يتفاهم هو بابا مليح، وكان شغل عنده دراهم يسالهم له بابا، كانوا عند بابا. نعم. ومن بعد بابا صرف هذوك الدراهم. ومن بعد كان بابا شغل مقلق عليهم، وحكم هو يتسلم وشغل يحشم، وباسكو جا عندنا خطره وبابا طلب منه السماح. نعم. بابا قال له اسمح لي، وهو قال له راني مسامحك دنيا واخره. لكن نعم. بابا ديما مقلق وهكا يقعد في الليل شغل ماشي كاع مليح نعم. وديما مقلق عليهم، لا ماشي مرتاح كنا مازال ما عطيتلوش دراهمو. نعم. انا خايف من هذاك السماح. واضح حنان. تعيش اختي ربي يخليك. اذا كان ممكن ندي النمرو تاع سعيد أزري. قبل ما تقطعي حنان، قولي في العارضة التقنية يمدوا لك رقم تليفون الدكتورة سعيد بويزري. تعيش يا ربي يخليك. وسير الدكتور في أمر حنان من تيارت. إذا نأخذ اتصال آخر ربما من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. جمال من فرنسا. شكرا سعيد. جمال من فرنسا. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم. مرحبا بك. وبركاته. أنا جمال من فرنسا. نعم مرحبا. نشكر يعني الحصة هذه تاعكم مليح. نعم. نشكر الأخ وسي الدكتور بويزري. نعم. سعيد. نعم. أشكر يعني مليح. الحصة اللي راكم ديروا فيها يعني بارك الله فيكم. وفيك بركة أخي جمال. احنا رانا نتبعوا فيكم على كل حال في كل حصة.
نطلب الدكتور بويزري يعني من فضلك. نعم. نقول لك جوست الا كان عندي شويه العشور درتهم. نعم. هنا من فرنسا وبدلتهم، وكم اختي في البلاد بغات شرات تسمى الدار. الور عطيت لها قيمه تاع المال هذيك، عطيته لها لاختي. تسمى هي كانت ما عندهاش باش تشري الدار، وكانت مكفله ديجا الطفل. نعم. وراني نطلب منكم يعني نوضحوا لك، يوضح لك الدكتور الامر. نعم. لاختي. نعم. جايز ولا لا؟ واش تقولوا لي نعم، واضح جمال. بالنسبة لتدخلك من فرنسا نشكرك على هذا التدخل. لنأخذ اتصال آخر من ولاية تيزي وزو. سيدة لويزا، السلام عليكم لويزا. مرحبا بك لويزا. الو مرحبا بك. مساء الخير في الداون. مساء الخير. مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخير، انا نسمعوا فيك لويزا، تفضلي. عقل غدا ونيني عاصمني يخدم الغلطة ديال الجزائر يسوا استفيد لا بوليسي ميران دارني الحكم شكوت اطفنت والفضاء السري الحو نتولي سينا الجزائر الحاب اللي سبلت مثلي ساسغاسي كاميون اطفنت ميران عقدت طفنت شهرين الحوز سيجا ترند غاس يعني ما تقول غادا عفتيس بسني عفزين نكمل رحنا نشكل الفلوس كلنا ضمن 6 شهور سوى دون خطرية كاع حكم الفلوس يعني سادوا العقوبة. ربما هناك بنت سادوا العقوبة بالسنية. نعم. أشو عند غاسي أسقى سادوا بنداش في سكة أخذيني بامش جد كان تليفوني ما أول تما جد تليفوني مثورة ذيهن باش نبدا نسيول إن شاء الله. إيه ما تمكش. جد تليفوني باش نبدا نسيول بعد 3 قلت تاعي نبدا غنسيول إن شاء الله. داكور. إذن سيدة لويزا اللي راهي معها رانا نسمعوا فيها على كل حال بنتها ولا قل لها تخلي رقم تليفون للعارضة التقنية. دكتورة اليوم أنت الرجل المصلح وأنت القاضي في شؤون الناس، كيف ترى في قضية حنان من تيارة فرنسا جمال ولويزا من تيزي وزو؟ في كثير من الأحيان الناس تبحث عن فتوى، ولكن هل هناك يبحثون عن عدل في قضاياهم؟ نعم. ونحن سنستفيد منك دكتور. الله يسلمك، الله يبارك فيك. تفضل. الله يبارك فيك. أولا بالنسبة للدين، الحقيقة السؤال عن الدين في حد ذاته مظهر صحة. نعم. لأنه أولا أطول آية في القرآن هي آية الدين. نعم دكتور. الآية 282 من سورة البقرة. الصفحة على الشمال، يعني على الجهة الشمالية، في صفحة كاملة في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه آية عجيبة جدا، فيها تفصيلات في أمر التوثيق، توثيق الديون والمعاملة التجارية والرهن والإشهاد إلى آخره. هذا من جهة. من جهة ثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم. باش يبين بلي هذا الدين لازم الإنسان يعطوا له قيمة. بابة حنان يعني هذا مدخل نتاع الآية والحديث باش نوصلوا إلى القضية. نعم. هو مدين بدين من هذا اللي رباته جدات كما حكات يعني اللي توفت الله يرحمها. يبقى الابن عند الأعمام وعند الأب. نعم. يعني ولكن هو من بعد سمح له. نعم. مع ذلك يعني والد الأخت حنان لا يزال قلقا. نعم. نقول الوالد نتاع الأخت حنان لا مجال للقلق ما دام الدائن عفا وغفر وتنازل. نعم. لو لم يتنازل هنا الإشكال. ذكرنا الحديث الآن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولكن كاين سمح بين الناس. إذا كان واحد يسمح للآخر اللي سال دراهم يسمح اللي راه مدين يقول له سمحت لك، انتهى الإشكال، لا حرج ولا خوف ولا مجال للقلق. سنعود إلى حنان من تيارة. دكتور نأخذ اتصال من فرنسا. خير، السلام عليكم أختي الكريمة. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك في برنامج الصلح والخير. للشيخ. أختي أنا عندي سؤال.
نعم تفضلي. بغيت نسأل الشيخ. نعم. احنا بابا كان مات واحنا 6 تاع الصغار. نعم. 6 انا كبيرة. وكان اخي خويا كصغير قاعد معاه بويا في الدار. ومين كان بويا في الحياة خويا بغى يدير قرض من البنك، قالوا له يليق لك ان غارون كوموندي. نعم. جاء اخي قال بويا قال له هذا دير لي السكنه على اسمي. نعم. ندير بها هذا القرض، ومين يردوا القرض ومين يعطوني القرض نعاود نردها لك على اسمك. نعم. ومين داروه لها على اسمه، دار على اسمه وده القرض ما رده شيء، قالنا لق لها الدراهم باه يعطي للنوتير باه يعاود يردها على اسم بابا. هناك ضجيج في الاستوديو، انا لا استمع جيدا. معذره دكتور. نعم. ما سمعتيش مليح؟ لا انا نسمعوا فيك. نعم تفضلي. سمحي لي اختي. ايام دار به القرض بصح لق لها تطلب دراهم باه يدير النوتير باه يردها على اسم الشيخ دروك الشيخ مات وقعد غير اسم اخي، ودروك اخي راه باغي يبيعه. النهار اللي مات بويا قلنا له نسمحوا لك في الحق في وجه بويا. نعم. بصح الحوش ماناش باغيناه تبيعوه. بصح الا بعته انا لولا ندي حقي ولا قعدت فيه نسامح لك دنيا واخره. نعم. هو مين سمحنا له كاع هو بغى يبيعه. مين قلت لها علاه راك باغي تبيعه؟ قال لي غادي نبيعه. قلت لها مالي نتفاهموا كاع مع الخوت على لو بري زعما تاع السكنه هذه. نعم. من بعد هو قال لي السكنه راهي على اسمي، نبيعها كي نبغي ونعطيكم شا نبغي. يعني تعقدت الامور بالنسبه لهذه القضيه. خيرة من فرنسا واضح. سيجيبك الدكتور سعيد بوزيري بالنسبه لهذه. مانيش عارفه الحكم كي داير. هو بويا صح احنا سمحنا له مي كان. نعم. مين كان حي بصح درك من بابا مات سما خويا. خيرة مين مات راه باغي يبيعه ماشي مين كان واضح. حي لا ما بغاش يبيعه. نعم. انا باغي الشيخ يعطيني راح يفسر لك في هذه القضية. خيرة من فرنسا فيه راكي ذكرتي كل الأسباب وكل التعقيدات بالنسبة لهذه القضية. قبل أن نأخذ اتصال آخر أو نعود إلى الإيميل دكتور، نكمل بالنسبة لحنان من تيارت. كنت وقفتك لأخذ اتصال من فرنسا دكتور، تفضل. فقط أنبه الأخت حنان بأن والدها الآن لم تعد ذمته مشغولة. نعم. لأن الدين إما ينتهي إما بالوفاء أو بالإبراء، بأمرين. إما بالوفاء أي التسديد، يعني يخلص اللي عليه من دين. نعم. ذمته تولي بريئة. وإما بالإبراء، معنى هذاك الدائن سمح له، فمادام سمح له إذن فلا مجال للقلق. اطمئني الأخت حنان وطمئني والدك بعد سماعك لهذا الجواب. نعم. بالنسبة لجمال تدخل من فرنسا دكتور يشكر الحصة ويتابع الحصة، عنده إشكالية تاع العشور دكتور. والله عندك يا ثم نعود إلى بالنسبة لي اتصال جيجيكا حول الزكاة أيضا. حتى بارك الله فيك. شكرا نجد. نعم. الأخ جمال يا أخي، الزكاة فريضة شرعية كما تعلم، واللي يقدم الزكاة لواحد من الأقارب نتاعو من غير الأصول والفروع. نعم. ولا الأهل ولا الزوجة، فهذا فيها صلة وزكاة في الوقت نفسه. في نفس الوقت. معناتها عنده أجر الزكاة أنه خرج العشور نتاعو، وعنده أجر ثاني أنه قدمها لأختو. نعم. وهي من أقاربه، من رحمه. عنده. نعم. أجران ما دامت مستحقة ومحتاجة. ما دام أختك سي جمال محتاجة عندك أجر وذمتك بريئة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لك القبول. بالنسبة لاتصال كان ما قبل الحلقة الماضية دكتور. نعم. جيجيكا والتي سألت عندها مسألة حول الزكاة أيضا. نعم. الأخت جيا أعطت سؤال تاعها ثناك إجماع ساعتين وثمانين ونديك سنين 250 مليون يبغى ثني في كي جماس. يعني أمس السؤال كي مثلا جمال
تقريبا كيف كيف نفس الشيء. نعم. جمال يخدم لأخته، هذا الأخت الجية تقول باللي خوها اللي عنده 52 مليون طبعا بعد ما يدور عليه العام لازم نأكدوا كما هذه السنة 50 مليون و150 ألف، هذا هو النصاب، 50 مليون و150 ألف اللي عنده هذا المبلغ ودار عليه العام يعني يسعى السوم ذري ما قد النيغ ويزيد في الاسوس وكاس ذاكي غادي يسوفغ 2.5% يعني ربع العشر. مادام يجماساكي يبغى يفك الزكاة العشر يجماس وايض الأخ يعطي لخوه، هذا أمر جائز كما قلنا. الأخ جمال عنده أجران، يعني أجر الزكاة وكذلك أجر الصلة، صلة الرحم. إذا قلت ماش جياز مرضى يجمع ماذا سيف كثيرين يجماس يعني المقدار من الزكاة يجوز في الناس. نعم. نعم دكتور بارك الله فيك. نأخذ اتصال آخر من العاصمة. أم جمال. السلام عليكم أم جمال. السلام الرحمن. مرحبا بك أم جمال. عندك أختي حبيت نسأل الشيخ. نعم. أنا وليدي. نعم. نعم تقدر نتزوج قبل رمضان. نعم. كي تزوج درنا العرس وجبت المراه وكلش. نعم. وبعد كي جات طاحت تصاصت من رجلها، قعدت تاكل في الكاشي. كي قعدت تاكل في الكاشي هذا وليدي واحد النهار قال لها بزاف انت تاكلي في الكاشي. قالت له شو؟ قالت له انا ناكل الكاشي. قالت له كان نعرف روحي باللي راني ثقيله نروح للسبيطار ونرمي هذا الصغير. نعم. نعم تقدر وهي خدامه، هو مريض مزمن ويخدم في الخضره. نعم. ومن بعد عيطت لباباها جدها اخوها قال له وليدي ما تديهاش هزها وديها لدار باباها. سيده ام جمال، جمال ماشي هذا السؤال سالته البنت تاعك نهار تحدثنا على الطلاق؟ اي سالته بصح ما قلتلكش كما راني نهضر لك انا راني معاه. نعم. نعم تقدر. ومن بعد كي جا باباها داها للدار. نعم. في العيد الكبير في نهار عرفه خزيت انا يا زيت وليدي ورحت لدار بابا قلت له يا ودي مشيت ولي لدارك وكان على بليس. نعم. نعم دائما باباها قال لي انا ما تروحش بنتي. جينا كعيت لها وليدي قال لها مالك شويه القنديل قلت له ارواح بيني. نعم. راح ليها ما جاتنا والو دوكا. ومن بعدها راهم في دار الشرع النهار الاول قال له باباها قال له يا ودي نديروا طلاق بالتراضي ورجع لك دراهمك. نعم. كي حط نعم دائما كي حط وليدي الطلاق بالتراضي باباها رفض وهي قالوا له ما نمدوش. ومن بعدها وليدي دار في حاله وقال لهم لا انا نرجع المراه في دار الشرع دوكا راهي على يد الشرع كيفاش يدير دوكا. نعم. نعم تدي هما نهار الاول داروا بالتراضي ودوكا فرضوا وليدي بلي المراه ترجع للدار. ام جمال يعني يقول للشيخ كيفاش يفهمنا. نعم ام جمال بما انكم اتصلتوا للمره الثانيه واحنا اتصلتوا للمره الثانيه بالنسبه لهذه عروستك ولا تقدري تخلي رقم التليفون يتواصل معك الدكتور لانه انا شفيت باللي بنتك قالت باللي وليدك ما حبش يطلق هذه المراه. كيفاش تخلي رقم التليفون تاعك من فضلك باش يتصل بك الدكتور بويزري. صح. نعم. بالنسبه لهذه القضيه هناك صابرينا من فرنسا. هل ما زالت تنتظر يا سعيد؟ نعم. وي صابرينا من فرنسا معذرة. نأخذ اتصالك صابرينا. نحن اليوم نتحدث عن القضاء العادل. إذا كان عندك مساءلة تفضلي. مرحبا بك. السلام ورحمة الله. الو. نعم. رانا نسمعوا فيك صابرينا. أنا ما نتكلمش بزاف العربية معليش. سكن نقدر نتكلم بالقبيلية. مرحبا بك تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام مرحبا. بغيت نهضر يديك شحال تيجي الله السلامة. أكلي سفرغ بزاف خميب ماشي خميب كان ولا ديما ولا نيو ساعة تصلح وجباش انت دينار من زمان انت دينار التليفون. معليش قلت ما صرفت التليفون ساعة مثلا النغوة جاب راسي التليفون. مليح. ان شاء الله يكون عندها تعليقات في كان كومونتير فين دني ذاك شويه على كل حال كيمجي التليفونيم من بعد غادي نفتح التليفون ان شاء الله. ميل علاش بغيت تجبر لي والسؤال كنت تقلقه في تفضلي صابرينا بالسؤال. زعما دينا التليفون صعب. معليش مالا خليه بعد نتواصل. ما قدرتش. نعم. طيب صابرينا سؤال نظام تسمى تجي على نيميرو تليفون اذا يدينا في الحاجه كرافاكي مي فايده حاجه نظام ساغي مولانيو
يعني موسم تفكير راني دريما لكن يكون حوايج على تبارين في الليل ما إلا فكيغاتني صور دينا دقيقة العالية موسم تفكير على ديريين تواجد كي تدت من فرنسا ما إلا خصاي ودي تصوري ملي موتي وقت شي ودي تصوري ما أكلش ربي يلطف بك يا صابرينا 20 سنة سفريغ. صابرينا باين من صوتك باللي راكي تعاني ان شاء الله عندما تتركي التليفون. راني في تعاسة كبيرة. راكي باينة من صوتك كي قلتي السلام عليكم يا الشيخ فهمت باللي عندك مشكل. ربي يعينك عليه وراح يساعدك بفضل الله يعني الدكتور ونحن نتحدث عن القضاء العادل يا دكتور. لا عليك خاطر قريب كنغارك ولا قرب قوس كنغاريك. ان شاء الله اول تمجد التليفون ان شاء الله توصل. ولا الانتحار في الانتحار. لطيف الانتحار بعيد الشر ان شاء الله عليك بعيد. لا لا صبرينا ما تخميش في الانتحار بعيد الشر يعني صبرتي زيدي الصبري شويه مازال غير شويه وتخلص الحصه وخلي التليفون تاعك ويتواصل معك فضيله الدكتور وان شاء الله تربحي على هذا البرنامج بالصلح ان شاء الله. ميرسي بوكو. جو زون بخي صبرينا. مع السلامة مع السلامة صبرينا. يعني وإحنا نتحدثوا على القضاء العادل يا دكتور أين العدل يعني في قضايا الناس هذه وفي التساؤلات منذ بداية الحصة. لو تحقق العدل في حياة الناس نعم لما كانت كل هذه المشاكل لما ما فكر الناس في اللجوء القضاء أصلا. نعم. نسأل الله السداد والتوفيق فيما نقدم. دكتور توقفنا عند كنا سنرى في لويزا من تيزي وزو قبل ذلك كنت تتحدث عن جمال من فرنسا أليس كذلك دكتور؟ نعم جمال أجبناه بالنسبة للعشور الزكاة. نعم لأن الأخت ويزا شميني غاولت مثلا ميم فهمت بركي قالت أقلي يعني راني بعد الحج كتبت هكا كلمات متقاطعة. لا هي ابنها يعني شرب الخمر للأسف والشرطة داهموه طبعا الخمر أم الخبائث يعني أم الخبائث سبحان الله كما اسمها النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان اللي يتناول هذه المشروبات الكحولية يعرض نفسه للخطر ويعرض الآخرين للخطر لذلك ندعو شبابنا إلى الابتعاد عن هذا الخمر. ورب سبحانه قال اجتنبوه بعدوا عليه لأنه هو سبب البلاء. كم كان الخمر سببا في وقوع النزاعات. وقبل أن آتي إلى هذا البلاطو جاءتني قضية شاب قتل شابا بالسكين. يعني سبحان الله يعني قبل وصولي إلى الاستوديو بحوالي ساعة تقريبا يعني هموم كثيرة تحصل. فاسمها النبي عليه الصلاة والسلام أم الخبائث. اللي يشرب شراب يقتل إذا كان يحكم السيارة يدير بها حوادث ويرتكب حوادث طريق ويسبب في عاهات الناس ولا يسبب في إزهاق أرواح الناس. وكم من أيضا حالات نتاع الطلاق سببها الخمر وكذلك أيضا حالة العنف الكثيرة وحالات الانتحار أيضا وهموم كثيرة جدا. أشميني غاولت ما لويزا ثورة مما ثديه ربي إن شاء الله مادام تجد تليفونيم خاطر ثورة لانت الأمور لان شرعية لانت الأمور لان قانونية جوريديك صافي الأمور القانون الصيغة هذا مسلغ إن شاء الله وكم عيون غير من الزمرة وإن شاء الله أنت ثوار ربي ذو فريد وفي الصر ربي إن شاء الله يسركم جميعا إن شاء الله دكتور. خيرا من فرنسا تتحدث قال توفي الأب وأخوها كان مع الوالد وتحدثت مجملا يعني عن القروض من البنوك والسكن وانتظار الحكم يعني قضية أيضا معقدة بالنسبة لي. خيرا من فرنسا والله سبحان الله. شوف الأخت نجاة ربي سبحانه قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هو كي الأخ الصغير كي راه باش يجيب قرض بنكي شرطوا له لا غارونتي هذيك المسكن تاع باباه. فكان الالتزام انجاجمون بين هذا الاخ الصغير وباباه. قال له خليني نكتب لي الدار هذه على اسمي باش برك يقدمها كضمانه للبنك. ولكن هي في الحقيقه ليست ملكا له. لأن بزاف الناس الوقت نجاة يأكلوا حقوق الناس بالوثائق بالكواغط كما هذه القضية. يتلاعبون يعني هي المسكن ماشي نتاعو تاع باباه تاع الوالد تاع الوالد. إذن من الناحية الشرعية ومن الناحية الحقيقية
من حيث الحق باش نقيم الحق ونقيم العدل. نعم. أنه هذا المسكن جميع الورثة يسألوا فيه كي المسكن كي الحوش كما قالت الأخت خيرة الجميع. طيب إنما باباه دار له شغل اون فافور، دار له هكذا يعني خدمة، أعطى له هذا السكن شكليا نقدروا نقولوا هذا عقد صوري ماهوش عقد حقيقي. نعم. فقط من أجل باش يستفيد من هذاك القرض البنكي، ولكن بعد وفاة الوالد استعمله باش يصبح حقه شرعي. نعم. المفروض يرجع الأمانة لمواليه، هو وارث من الورثة وما عندوش حق باش يستولي على هذا المسكن، ولا بدعوى أنه عنده الكارت في يده يدير رايو ويتعنت ويتعسف. هذا يعتبر تعسفا، هذا ظلم. ونحن نتحدث اليوم عن القضاء العادل. لما كما قلت الأخت نجاة قبل ما ندوي الحلقة طرحتي سؤال مهم. هذا قبل الحلقة يعني نفيد بها السادة المشاهدين. قلت الأخت نجاة الحق هذا لو كان يكون بين الناس في جميع المجالات، في الخدمة، في الأسرة، في السوق، في العمل، في العمل. ثم الناس خلاص يعني تكون بعض النزاعات يعني ترفع إلى القضاء. ولكن الناس يعيشوا في وئام، يعيشوا في استقرار، يعيشوا في علاقة طيبة. لذلك هذا الوضع يعني وضع محزن حقيقة. واش نقول لك الأخت خيرة؟ نقول خوك ما حتى وإذا تنازلتم عن طيب خاطر. نعم. لأنه حتى هذا التنازل ما يلزمش يكون باستخدام سيف الحياة ولا باستخدام الشونطاج ولا باستخدام هذه الوثيقة. كما قال لهم الكارت في يدي، نبيع وقت ما حبيت، ندير واش نحب، نعطي لكم واش نحب. لا، هذاك يعتبر ميراثا. لازم تقولي هذا الكلام لخوك يا الأخت خيرة، هذاك اللي خلى بابك، هذاك تريكة، هذاك ميراث. ما عندوش الحق يستولي على هذا الميراث، حرام عليه باش يأكل هذا. إذا تنازلتوا عن طيب نفس تتنازلوا عما تشاءون، عن المبلغ اللي حبيته، ماشي هكذا تتنازلوا على الشيء اللي حب هو. أبدا. هي قالت معليش على السكنة، ولكن الحوش ما تنازلوش. أنا نقول كقاعدة عامة ما عندوش حق يفرض عليكم شروط معينة ولا يستخدم هذه الوثيقة، لأن في نظر الشريعة الإسلامية لا معنى لها. في نظر الشريعة، ولكن عند في القانون، لو كان غدو يروح القانون يربحهم. لأنه القاضي ينظر إلى الوثيقة. بالمناسبة عليه العلماء تاعنا في الشريعة يقول لك يفرقون بين القضاء والديانة. يقول لك مثلا هنا قضاء يربح ولكن ديانة خاسر. يعني في محكمة عند رب سبحانه عز وجل، في المحكمة الإلهية يخلص. لماذا؟ لأنه يعتبر ظالما. ونزيد ونذكر أنفسنا والجميع بما قاله القرآن الكريم في سورة البقرة. الآية 281 هذيك اللي قبل آية الدين. الآية 281 رب يقول: وعند جماهير العلماء والمفسرين قالوا هي آخر آية أنزلت من القرآن الكريم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكأن القرآن يقول لنا جميعا: يا معشر الناس، إذا جربتم مرارة الظلم في الحياة، الظلم الباطل الرزاي، اطمئنوا فعند الله العدل المطلق وهم لا يظلمون. هذا واش نقدر نقول للأخت خيرة. نعم دكتور، لا تظلمون ولا تظلمون كما قلت دكتور. جمال من العاصمة اللي تحدثت على القضية تاع وليدها، أخته قالت بلي تزوج وليدي قبل رمضان ودرنا العرس، وبعد كسرت العروسة من رجلها، ومن بعد تشرب الكاشيات، ومن بعد كذا وكذا، حتى وصلوا وين الوالد والوالدة تاع زوجها هذه يدوها للدار وحبوا يطلقوها. والابن السيدة جمال حب يخلي زوجته تاعو في البيت، ولكن تعقدت أكثر الأمور بعد اتصال جمال من العاصمة دكتور. نعم أخت جمال، القضية نتاعكم في الحقيقة الشيطان دخل بيناتكم. نعم خلاص. على الشيطان هذا عدو مبين. نعم. يفرق بين المرء وزوجه، يلقى سبة صغيرة من الحبة قبة. نعم. العروسة طاحت تكسرت. نعم. وبعدين اللي كاشي مش عارف ايه وكذا، وبعدين هي ايضا النهار اللي يظلموها ويقولها كلام وكذا قد نروح نرميه. يعني كل هذه التصرفات كلها باطلة في الحقيقة. إنما المفروض يعني
ماشي أول عروسة تتكسر. نعم. يضرك سبحان الله، هذا قضاء وقدر. ممكن نعم. تمشي في الدرجة كذا نتاع الإسكاليو وتطيح، ممكن تسيق وبعدين تطيح، يعني وأين الإشكال؟ تعد طيب وتتحرق دكتور. نعم. هذه كله سبحان الله العظيم. نعم. وبعدين البشر يديروا محاكم. نعم. يديروا محاكم وحدهم. نعم. كل واحد يحكم باللي في دماغه. وبعدين باباها ويجي ويديها، وهذا أيضا تعسف. نعم. التعسف في استعمال السلطة ممنوع ومرفوض شرعا. التعسف في استعمال الحق أيضا باطل، هذا أيضا مرفوض وممنوع. نعم. وبعدين يديها ويتعنت وكذا. يعني شوف سبحان الله، العائلتان كي يدخلوا المفروض يتعاونوا من أجل جبر الكسور. نعم. كاين كسور. نعم. كسور ماشي غير مادية في الرجل، ولا الكسور المعنوية. نعم. هذه التي تستحق الجبر من باب أولى. نعم. فبالتالي المفروض الأسرة أن يتعاونوا باش يجبروا من كسر، باش يصلحوا ذات البين، باش يرجعوا المياه إلى مجاريها، باش يرجعوا المرأة لبيتها، يرجعوا المرأة لبيتها. الطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحيل عند الله الطلاق. نعم. إذن هو حلال ولكنه يبغضه الله عز وجل، لازم يكون هو آخر الحلول. نقولوا يا ناس ما يلزمش بالتاغنانت ولا هذيك الرجلة هذيك اللي مش عارف اللي ما عندها حتى معنى، أنه لازم رأيه هو اللي يفوت وأنا صاحب السلطة وهذه بنتي وأنا ندبر راسي. نعم. كل هذا والله ما عنده حتى معنى، لا في ميزان الشريعة ولا في ميزان الرجولة ولا في ميزان الفهامة. نقول لهم اتقوا الله عز وجل، رجعوا المرأة لدارها. نعم. رجعوا المرأة لدارها، ما صراش حاجة اللي من أجله يعني صرت. إذا كان هكذا ما تبقى حتى أسرة قائمة. نعم. الدنيا كامل طلق. نعم. ما يبقى حتى شيء. عمر بن الخطاب واحد قال له حبيت نطلق زوجتي وكذا، قال له علاه؟ قال واحد السبب لا معنى له. قال له يعني ولكن أين الأنفة وأين الرحمة وراهي هذه الأمور كامل. ربي قال في القرآن الكريم في سورة الروم، أعود إليها في الآية 21: نعم. وجعل بينكم مودة ورحمة. كاين المودة والرحمة. والرحمة هذا هو الإسمنت المسلح اللي يخلي الأسرة متماسكة. مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا واش نقول لهم، تعاونوا يا الأخت، هذه ما تحتاج إلى فتوى. نعم. بقدر ما تحتاج إلى صلح. نعم. صلح. تعاونوا، نقول لهم وتعاونوا على البر والتقوى كما قال القرآن الكريم. على البر والتقوى. نعم دكتور، يعود دائما الطلاق في كل حلقة دكتور، وأيضا بالنسبة لسعيد من بويرة مشكلة زوجية كان بعث لنا بمراسلة وهي ما زالت عندك دكتور. نعم. وهذا تاني ما حبش يطلق زوجة تاعو مثل جمال، قضية جمال. كيف ننظر في حالة سعيد من بويرة دكتور؟ والله يا الأخ سعيد، يعني رسالتك وصلت، ها هي بين يدي. نعم. وقد أرسلها إلى السيد مدير قناة القرآن مباشرة. نعم. وهو بدوره نشكره لأنه بالأخضر دكتور. نعم. وباستمرار يعني نعم. يوصل إلينا الرسالة التي تصل إلى مكتبه. لعله أمل يعني بالنسبة للون الأخضر. نعم. بالنسبة لسعيد إن شاء الله إن شاء الله تعالى. شوف يا أخي سعيد، هالمسألة تحتاج إلى فتوى بقدر ما تحتاج أيضا إلى صلح. لماذا؟ لأنه لما توسط الإمام في آخر فقرة، لأنه في إمام جزاه الله خير يعني توسط بينهما، وقد تحدثت مع الإمام شخصيا، قلت له يعني باش يعني يبذل ما يملك من جهد من أجل إصلاح ذات البين، والإمام جزاه الله خير يعني فعل ما استطاع. نعم. قال لك لما عرض الإمام فكرة الصلح على أبيها، يعني على نسيب الأخ سعيد يتصل بنا، رفض رفضا مطلقا. ها تغننت أيضا تدخل مرة أخرى. نعم، مثل القضية السابقة. حيث صرح بأن كذا بعد من إرجاع المحكمة حكمت أو العائلة، وقال العائلة اتفقت بعد الإرجاع. تخلي الزوجة ترجع للبيت تاعها. نعم. الزوجية. نعم. يعني العائلة اجتمعوا داروا قرار قال ما ترجعيش. نقول لهم بأي حق تتخذون القرار في مكان الزوج والزوجة؟ نعم. نعم. بأي حق؟ نعم. يعني من أعطاكم ذلك الحق؟ هي تزوجت الآن، بينها وبين الأخ سعيد صاحب الرسالة نعم. عقد شرعي اسمه عقد الزواج. يعني يا العائلة إذا قدرتوا تفريوا بيناتهم، تألفوا بيناتهم، تنحوا هذه المشكلة عندهم، موضوع السكن وكذا والمال إلى آخر، ذكر تفاصيل يعني أشرنا إليها فيما سبق في الحقيقة، وتحدثت معه أيضا هاتفيا. ولكن إذا ما قدرتوش تفريوا هذه المشكلة، ما تكونوش سببا
في الطلاق في الطلاق ما تكونوش عقبة في الصلح. وبعدين هو يقول الأخ سعيد كما أن يتعرض إلى المضايقات كي يأخذ وليده عنده 30 شهر كي يروحوا يجيبوا، هذه أيضا مشكلة أخرى. يعني ما ذنب الطفل اللي عنده 30 شهر ها بداها برك قال ما يشوفوش الوالد تاعو. نعم سبحان الله، يعني ينتقموا منه هكذا يعتقدون، ولكن في الحقيقة ينتقم من الولد البريء. طفل عنده 30 شهر النزاع موجود بينه وبين مرته بينه وبين سابه وكذا، وما ذنب الطفل هذاك؟ علاش كي يجي يروح يجيب الطفل يمنعوه من رؤيته؟ لماذا؟ هذه المضايقات لا معنى لها. سبحان الله، دائما نذكر السادة المشاهدين بقوله تعالى في سورة البقرة، تحدث عن أحكام الطلاق وبعدين قال ولا تنسوا الفضل بينكم. علاش نسوا؟ صارت قصة الأخت نجاة شبيهة بهذه. مرة واحد وكان ثلج العام الماضي، يعني في الثلج، فالمفروض كما قالت المحكمة في الحكم يعني لازم الطفل على 5 نتاع العشية لازم يرجع للبيت. كان في حال الطلاق. هو حكموا الثلج في الجبل، فحتى التليفون ما قدرش يجيبه. خلاه حتى غدوة من ذاك فوجئ بمحضر قضائي جلسي أمام البيت. قال له الطفل وراه، قال له الثلج يعني ما نقدرش، ما باتي له وحده وطفل كبير في العمر عنده حوالي 5 سنوات، يعني قصد كبير معناه يعرف باباه يعني وبرضا الولد. قال له يا وليدي حبيت نديك ليماك ولكن هاو الثلج. قالوا له نبات معاك يا بابا غدوه بداك جلوسي. يعني شوف الأثر السلبي، والطفل وهو يسمع هذا الحوار بين باباه وبين لوسي. قال وليدي جلوسي باش يديك بالقوة. لماذا؟ علاش الناس يعني تستعجل كما يقولوا الشر، تستعجل الأذى، يعني في أول فيراج يعطيه سيتدير ما كاش تاع تسامح والعذر، يعني يلتمس بعضنا يعني لبعضنا الآخر الأعذار. التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فلوم نفسك. لماذا هذا التعنت وهذا التعسف وهذا التشدد في غير موضعه؟ للأسف الشديد. الأخ سعيد هذا واش نقدر يا أخوي، إذا كان يعني مازال الأمر قائم مستعد نتعاون مع الإمام عندكم ثم في القادرية إن شاء الله تعالى من أجل إصلاح ذات البين إن شاء الله. ما تبقى من البرنامج على ما أظن 3 دقائق دكتور. لا ننسى صابرينا من فرنسا في الأخير قالت في بعض الأحيان أفكر في الانتحار دكتور. نعم. الأخت صابرينا في الحقيقة كما فهمتها الأخت نجاة تقول أن تعذب من جهتين، من أهلها وكذلك في بيت الزوجية. طبعا نتواصل معها إن شاء الله بعد الحصة. وبعدين قالت ما تولدها وما جاوش وكذا، وأهلي إذا كان أعطت لهم دراهم الله يبارك، ربما للحظات أو لساعات أو لأيام، بعد ذلك ينكروها ويرفضوها ويدوا لها مشاكل وكذا، حتى أنها راهي تفكر في الانتحار أو دارت محاولة انتحار. دروك واش نقول لك يا أخت الصابرين؟ أولا في شكل رسالة بها نختم البرنامج إن شاء الله. النقطة الأولى نقول لك عليك بالصبر الجميل، لأنه الصبر ينال إن شاء الله تعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رقم 2 أذكرك بقوله تعالى اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، دعاء يعني يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أكثري من هذا الدعاء، أكثر من الأدعية الأخرى التي علمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحاولي تشوفي ناس أهل الخير يتوسطوا بينك وبين الأسرتين من أجل إصلاح ذات البين. أما قضية الأذى اللي راهو يجي من أهلك ولا من غيرهم، نقول لك واش قال ربي سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن. هذا قال القرآن الكريم. يعني هما يرميوك بالأذى، أنت يرميهم إن شاء الله بالخير. كوني كما الشجرة، كما قال أحد العلماء العارفين، قال: كونوا كالشجر ترمى بالحجر وتقذفهم بأشهى الثمر. أما موضوع الانتحار بعده من دماغك يا أختي صابرينا. أنت اسمك صابرينا، يعني إن شاء الله اسمك لك من هذا الاسم نصيب. نلتقي بكم إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله. نشكرك دكتور على كل هذه التوضيحات، ونحن دائما مع فضيلة الدكتورة سعيد بويزري نستفيد منه كثيرا. إصلاح ذات البين هو العمود الفقري لبرنامج والصلح خير. نتواصل معكم خلال الأسبوع المقبل بحول الله. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.